السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ في فيديو جديد النهارده هحكي لكم على شهادة البي 1 وازاي تحصل عليها، وحصلت انا عليها في قد ايه، ولو انت ذاكرت بشكل مركز هتحصل عليها في قد ايه. خلينا نبدأ الفيديو، يلا بينا. اول حاجة لازم تعرف ان مستوى اللغة الألمانية هو 6 مستويات زيه زي اي لغة، بيبدأ من A1 A2 B1 B2 C1 C2. طبعا C2 ده اللي هو اصلا لو انت جبت الماني ودخلت امتحان الالماني بتاع C2 مش هيعرف يجيب C2. لكن خلينا نبدا الاول خالص، كل مستوى هياخد منك وقت قد ايه. فلو احنا فرضنا ان انت هتتعلم كل يوم 4 ساعات، يعني انت بعد ما خلصت الدراسه بتاعتك او خلصت الشغل بتاعك هتوفر 4 ساعات، وده كورس مكثف 4 ساعات في اليوم، 5 ايام في الاسبوع، يعني توتال تقريبا 20 ساعه في الاسبوع. طبعا ده حاجه مكثفه جدا لو انت بقى خلاص عاوز فعلا تشتغل وحاطط الموضوع هدف، وعندك مثلا عاوز تسافر بعديها او تقدم على اي حاجه من الحاجات اللي احنا نزلنا على القناه ديت. طيب لو انا مش مناسب لي ده، تقدر انت تظبط الجدول بتاعك او تقلل الساعات او تزودها على حسب ما انت عاوز. وانا في اخر الفيديو هقول لك اصلا ازاي بقى تذاكر، وايه هي النصايح اللي تستخدمها في عمليه المذاكره والمصادر اللي ممكن تذاكر منها. فلو كل ده توفر ليك تقدر تمتحن امتحان جوتا بتاع الا اينس او اللي هو A1 يعني في ما يقرب من 60 ل 80 ساعه، يعني تقريبا شهر التزام تقدر انت تخلص الاي 1 بسهوله. وانا اضمن لك ان انت تقدر توصل لحاجه زي كده. وكل اللي انت محتاجه عشان توصل اي 1 ان انت تكون عارف 500 كلمه الماني. ال 500 كلمه دول بيأهلوك على حاجات اساسيه خالص، يعني تعرف نفسك، تسال عن الاتجاهات، تطلب اكل في المطعم، حاجات اساسيه خالص تقدر انت تستخدمها لما تقول ان انا معايا اي 1 في اللغه الالمانيه. تاني مستوى هو مستوى الاي 2، والمستوى الاي 2 ده بقى بيضمن لك ان انت تعرف معلومات اكتر عن اللغه، لكن بيتطلب منك ان انت توصل تقريبا ل 1500 كلمه، يعني تعرف 1500 كلمه جديده. وده بيحتاج دراسه ساعات بين 150 لحد 180 ساعه مذاكره. لو فرضنا برضو على الجدول اللي احنا حاطينه مع بعضينا، فده هياخد من شهرين ل3 شهور على حسب الدنيا ماشيه معاك ازاي. وبعديها تقدر على طول ان انت تقدم على امتحان جوتا بتاع الاي 2. ميزه امتحان الاي 2 اللي هو بيطور عندك مهارات بقى زي التواصل بتاعه المشاكل اليوميه او الحوارات اليوميه، طبعا مش الحوارات بتاعتنا في مصر اللي هي الايه الديالوجز يعني او المناقشات اليوميه. فانا انصح اي حد لو هو ناوي يجي المانيا، حتى لو هو هيدرس بالانجليزي، يبقى معاه A2 عشان يقدر يتعامل في المطارات، يقدر يتعامل لو حد وقفه وكلمه في الشارع يبقى هو عنده الاساسيات. والاي2 هتضمن لك الاساسيات ان انت تعرف تتعامل لو اتحطيت في مشكله واتزنقت فيها، تعرف ايه تطلع الكلمتين اللي انت اتعلمتهم وتتكلمهم، وكده يبقى انت معاك الاي 2. نيجي بقى للمستوى الثالث وهو مستوى البي 1، ودي شهاده اللي انا لسه حاصل عليها واللي هكلمكم عنها بالتفصيل. البي 1 هو مستوى مش سهل شويه، يعني اللي فات بيبقى اساسيات بدايه اللغه بتتعرف عليها. لو انت مثلا بتدرس اصلا باللغه الانجليزيه او عندك انجليزي في الخلفيه بتاعتك، فده معناه ان الالماني هيبقى بالنسبه لك لغه سهله انك تتعلمها. لما توصل بقى لمستوى البي 1 ده بيعلي مستوى الفهم عندك، يعني انت بتحتاج تتعلم تقريبا 3000 كلمه. طبعا انت مش هتبقى فلوينت زي الالماني وتتكلم بسهوله، لكن هتبقى انت فاهم اغلب الحاجات اللي بتسمعها في المواصلات، هتبقى فاهم اغلب الحاجات اللي بتحصل حواليك وانت ماشي في الشارع. وده بيتطلب منك تقريبا من 300 ل 360 ساعه من المذاكره. يعني لو استخدمنا نفس الحسبه اللي احنا حسبناها في الاول، يعني تقريبا 4 شهور بالتزام زي ما قلنا. بعد كده طبعا بتدخل على مستوى البي 2 وبعدين السي 1 وبعدين السي 2، ده هنتكلم عليها في فيديو منفصل. لكن خليني اكلمك على الشهاده اللي انا حصلت عليها. لو احنا بدانا من الصفر، واحد ما يعرفش حاجه خالص عن اللغه الالمانيه وبدا يتعلم لغه المانيه، يقدر يوصل للمستوى بتاع بي 1 في 7 شهور باذن الله. الجزء الاهم بقى من الفيديو هو ازاي توصل للبي 1، وايه هي النصايح او ايه هي المواد اللي ممكن تستخدمها علشان خاطر تحسن من العمليه ديت وتسرع منها. اول خطوه هي انك تبدا. يعني ايه تبدا؟ يعني ما تستناش، ما تقولش والله انا هسجل في كورس والكورس لسه هيبدا كمان شهرين 3 او هيبدا ما اعرفش امتى او على ما يجمعوا او ما اعرفش ايه. لا، ابدا، يعني يبقى عندك طاقه وعندك حافز وعندك موتيفيشن انك بعد الفيديو ده على طول تبدا تدور على مصادر اونلاين تبدا تتعلم منها لحد ما يجي لك تسجيل الكورس، او لحد ما تلاقي مدرس مخصوص يساعدك. لان النقطه الثانيه هي بالظبط ان انت لازم يبقى عندك حاجه زي كده، لازم يبقى عندك حد يساعدك، لازم يبقى عندك مدرس مخصوص، لازم يبقى عندك كورس تكون مسجل فيه عشان خاطر يجبرك ويحفزك ان انت تكمل ويبقى عندك موتيفيشن. انك النهارده انا ايه اللي هيخليني التزم ان انا كل يوم ادرس 4 ساعات لمده 5 ايام في الاسبوع؟ لازم في حاجه بتزقني ان انا اتحرك لهذا الهدف. فده تاني نقطه. ثالث نقطه هي الكتب اللي بتستخدمها نفسها. حاول تستخدم كتب اوريدي بتساعدك وبتاهلك ان انت تخش للامتحان. يعني عندك الكتب بتاع منشن اللي هو الاشهر عالميا، الكتب بتاعه جوتا. ثالث حاجه هي اصعب حاجه في الالماني
الالماني هي الجرامر او الجراماتيك. الجراماتيك بقى هو الكتاب اللي انا بقول لك عليه اللي هو الثالث، اللي هو من كورنيلسن. الكتاب ده هو كتاب اسطوره وتحفه، وارشحه لاي حد عاوز يوصل لحد البي 1 وما يبقاش عنده مشكله في الجرامر، لانه هو بيكلمك بس عن الجرامر من اول A1 لحد B1. فبالتالي انت لو مجرد ان انت خلصت هذا الكتاب ومشيت فيه خطوه بخطوه تقدر انت بكل سهوله تبقى عارف الجرامر بيقول ايه، وخلاص كده بالنسبه لك الجزء بتاع الجرامر خلص. يبقى احنا بنتعلم كلمات، وده هيديك الجرامر المطلوب اللي هو ده. رابع حاجة، وفر لنفسك البيئة اللي تساعدك على المذاكرة. يعني ايه؟ يعني ابدأ الاول ان انت تشوف حد من اصحابك بيحاول هو يتعلم الماني فتتعلموا مع بعض. حاول تغير اللغة بتاعة الموبايل بتاعك، حاول تغير الكمبيوتر، حاول الريلز اللي بتتفرج عليها على الانستجرام او الشورتس او وات ايفر او حتى تيك توك، تحاول انك تتفرج على حاجات بالالماني حتى يكون فيها سب تايتلز، بحيث ان انت تبقى دماغك مربوطة اكتر باللغة وتعرف ان انت ايه اللي بيحصل حواليك، وده بيحفزك ان انت تعمل مجهود اكتر. يعني مثلا لو انت بتذاكر من خلال الابلكيشن المشهور عالميا ديولينجو هو ده هيبقى الفنفنه بتاعتك، انك كل يوم بتخش كده ايه تخلص لي حاجه كده في 10 دقائق ربع ساعه، بحيث ان انا ابقى دايما موجود ودايما المعلومات في دماغي. خامس حاجه وهي المراجعه ثم المراجعه. ما تعتمدش بس انت بتاخد كورس، ما تعتمدش بس ان انت معاك مدرس بيساعدك، لازم يبقى عندك انت جزء مراجعه. يعني ايه؟ يعني كشكول بتعمله بتحط فيه الكلمات اللي انت بتنساها كتير، بتحط فيها الارتكلز اللي هو بدل ما اقول مثلا ذا هاوس، لا في الالماني اسمها داس هاوس مثلا، فاللي هو لا في ارتكلز كده لازم تبقى حافظها، بتحفظها مع الكلمات، فكل ده ممكن تنساه، فلازم تكتبه وتراجع الكلام ده من حين لاخر، وتراجع الجراماتيك من حين لاخر، لان المراجعه هي اللي هتخليك فعلا عارف تمشي مع اللغه الالمانيه. سادس واخر حاجه، افتكر دايما ان الامتحان مختلف عن المذاكره، فانت لازم تكون تجهز نفسك للامتحان بشكل منفصل، يعني تجيب امتحانات شبيهه للامتحان اللي انت عاوز تشتغل عليه دوت. انا في حالتي كنت اشتغلت على تلك، دي طبعا المؤسسه اللي بتدي الشهاده بتاعه البي 1، فبالتالي انا شفت امتحانات تلك كلها، نزلتها، بدات اتدرب عليها. في امتحانات ثانيه تبقى تبع جوتا، في امتحانات ثانيه تبع حاجه اسمها جاست، حسب الامتحان اللي انت عاوز تاخده وحسب الشهاده اللي انت محتاجها. ولو انت وصلت لمستوى بي 1 في 7 شهور، فانت كده الحمد لله تقدر انت تتعامل مع الالمان، تقدر تتعامل مع جيرانك في المانيا، تقدر انت تبقى ما فيش مشكله خالص عندك. لكن افتكر ان ده مش كفايه، انت محتاج على الاقل بي 2 لو انت عاوز تشتغل مثلا في الاوز بيلدونج او تقدم فيه دراسه باللغه الالمانيه. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، كان فيديو سريع كده جميل بمناسبه الشهاده بتاعه البي 1، وان شاء الله نتطور من نفسنا. ان شاء الله هنعمل سلسله كامله عن اللغه الالمانيه، لكن انتظروها قريبا باذن الله. انا عبد الله عماد، والسلام عليكم.